النهارده الصبح وانا قاعده بسمع في الموبايل بعلي الصوت، عايزه اسمع اغاني بصوت عالي، الاقي الموبايل بيقول لي ما تعليش الصوت هيضر ودانك. وانت مالك انت هتقولي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ هتقولي علي ولا وطي؟ هتقولي اخرج ولا ما اخرجش؟ هتقولي اقوم ولا اقعد؟ افتح واتساب ولا فايبر؟ يعني هتقولي اضحك ولا ما اضحكش؟ انت مال امك انت مالك، وانت مال شكلك، وانت مال اهلك، انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص، مش موضوعك انت خالص انت، لا انت ولا غيرك. ايه ده؟ ايه قله الذوق دي؟ وايه البجاحه اللي احنا فيها دي؟ ده حاجه عجيبه بصراحه. انا ما شفتش كده. انت ايش اغشاشك انت اصلا؟ انا لم ارى في حياتي تدخل بالشكل ده. انت هتفرض شخصيتك عليا انا؟ انت بتعرفش انا مين؟ ده انت اخرك ساعتين شحن. يعني مره بقى ابقى نازله ما ترضاش تنزل معايا، خلاص ما انت بقالك شخصيه، هتمشي كلامك عليا انا. انا امراه متحرره ولابسه دبدوب، ادخل معايا كده زوم. لا يعني خلاص انا بقيت انسانه مستقله دلوقتي، مش انت اللي هتقولي اعمل ايه وما اعملش ايه. ده انت صيني يا صيني. يبقى احنا قلنا ايه؟ اي حد او اي واحده الموبايل بتاعه يقول له ما تعليش الصوت هيضر ودانك، مالكش دعوه بيه وتجاهله تماما. صيني، كلب صيني، ولا كانه بيقول حاجه. انت تفرض شخصيتك على الموبايل، انت تعلي براحتك، انت لازم تكون مسيطر. لو سكت له دلوقتي مش هتعرف تسيطر عليه بعدين. اديني قلت لكم.